في قلب مدينة أجا بمحافظة الدقهلية حدثت جريمة هزت المجتمع المصري، تركت الجميع في حالة صدمة ورعب. الجريمة دي كانت مليئة بالألغاز والآثار، لكن مع مرور الوقت اتكشفت تفاصيلها البشعة وظهرت حقيقة إن هي واحدة من أفظع الجرائم اللي عرفتها مصر. علشان نعرف القصة خليك معانا في القصة الكاملة. عام 2022 يوم من الأيام كانت الدنيا هادية والناس ماشية جنب المصرف الصحي في مدينة أجا. فجأة لقيوا جثة لطفلة ملفوفة ومرمية بطريقة بشعة. الجثة كانت لطفلة عمرها بين 4 و5 سنين وعليها آثار تعذيب وحروق شديدة. الأهالي بلغوا الشرطة على طول، وفعلا الأمن وصل بسرعة لمكان الجريمة، والمعاينة المبدئية وضحت إن الجثة كانت لطفلة جميلة لابسة هدومها بالكامل، لكن التعذيب كان واضح جدا على جسمها. الحروق كانت من سجاير وآلات معدنية ساخنة، وكانت كل الدلائل بتقول إن الطفلة اتعذبت بشدة قبل ما تموت بسبب نقص الأكسجين، يعني كانت محبوسة في مكان ضيق لفترة طويلة. رجال الأمن بدأوا يفرغوا كاميرات المراقبة في المنطقة. الكاميرات أظهرت إن في عربية وصلت لمكان الحادثة الساعة 11 بالليل، نزل منها 2 وفتحوا شنطة العربية وطلعوا جثة الطفلة ورموها في المصرف. بعد تتبع مسار العربية اكتشفوا إن هي اتوجهت للقاهرة، يعني الجريمة حصلت بره الدقهلية. المفاجأة كانت إن العربية ديت مسروقة. ده زاد من غموض القضية وبدأت الأسئلة تتزايد. هل تم سرقة العربية بس لنقل الجثة ولا فيه سر أكبر ورا الموضوع؟ في نفس الوقت في مدينة الجيزة والد طفلة اسمها فريال قدم بلاغ عن اختفاء بنته من أكثر من 10 أيام. مواصفات الطفلة المبلغ عنها كانت بتتطابق بنسبة كبيرة مع الجثة اللي لقيوها في الدقهلية. تم استدعاء الأب وعرضوا عليه صورة الجثة، اتعرف عليها فورا وقال إن دي بنتي فريال. بعد اكتشاف جثة الطفلة رجال الأمن تتبعوا العربية المسروقة اللي استخدمت لنقل الجثة، واتضح إن الشخصين اللي كانوا راكبينها هم جزء من تشكيل عصابي كبير. العصابة ديت كانت متخصصة في سرقة السيارات وخصوصا العربيات اللي بتعمل عبر التطبيقات الذكية. كانوا بيطلبوا رحلة من خلال التطبيق، ولما العربية توصل ينفذوا خطتهم لسرقة العربية والتخلص من السائق بطرق احترافية جدا بحيث إن محدش يعرف إيه اللي حصل. العصابة دي ما كانتش متوقفة بس عند سرقة العربيات، كانت عندهم سلسلة من الأنشطة الإجرامية اللي شملت السرقة والإتجار في السيارات المسروقة، وأيضا ممارسة طقوس جنسية جماعية داخل البيت اللي كانوا بيعيشوا فيه. زعيم العصابة سيد كان معروف بوحشيته وعدم تردده في استخدام العنف لتحقيق أهدافه. ليلى والدة الطفلة فريال انضمت للعصابة بعد طلاقها، كانت بتاخد بنتها معاها في كل مكان، وده خلاها تشارك في الأنشطة الإجرامية وتكون جزء من حياة العصابة اليومية. كانت ليلى متورطة بعمق في الطقوس الجنسية الجماعية اللي كانت بتتم داخل البيت، وده قدام بنتها الصغيرة اللي كانت بتقلد تصرفاتها. لما بدأت فريال تقلد أمها وتقول كلام ممكن يفضحها، ليلى خافت وحكت لزعيم العصابة سيد قرر يتخلص من الطفلة عن طريق تعذيبها بشكل وحشي، وكان التعذيب بيتم قدام عين أمها. وأفراد العصابة كانوا بيستخدموا سجاير وآلات معدنية ساخنة لتعذيب الطفلة، وأخيرا حبسوها في شنطة العربية لحد ما ماتت. بعد تتبع العربية المسروقة رجال الأمن قبضوا على الشخصين اللي كانوا راكبينها، اعترفوا بأن هم جزء من التشكيل العصابي، دلهم على مكان العصابة الرئيسي، وهناك قبضوا على سيد زعيم العصابة وليلى وباقي أفراد العصابة. ولما سألوها كيف اتعرفتي على سيد، قالت بعد طلاق ليلى من زوجها كانت حياتها مليانة بالصعوبات والتحديات، كانت بتدور على طريقة تكسب بيها فلوس بسرعة عشان تقدر تعيش وتعيش بنتها فريال. ده على كلامها. في الوقت ده كانت ليلى بتزور ناس كتير من معارفها وقرايبها القدامى،
تحاول تتعرف على ناس جديدة عشان تلاقي شغل أو فرصة تقدر تعيش منها. في واحدة من الزيارات عند جماعة قرايبها اتعرفت ليلى على واحد اسمه سيد. سيد كان معروف في المنطقة بأنه راجل قوي جدا ومسيطر، لكن في الخفاء كان زعيم عصابة متخصصة في سرقة السيارات وأعمال إجرامية تانية. ليلى كانت محتاجة دعم مالي، وسيد شاف فيها فرصة إن هي تنضم للعصابة وتبقى جزء من خطتهم. سيد بدأ يغري ليلى بالمال والسلطة اللي ممكن تحصل عليهم لو انضمت للعصابة. ليلى كانت شايفة إن دي فرصة كبيرة ما تتعوضش عشان تحسن بيها حياتها وتضمن مستقبل بنتها في ريال. سيد استغل احتياج ليلى وأقنعها بسهولة إن هي تكون جزء من العصابة تشارك في أعمالهم الإجرامية. ليلى بدأت تدريجيا تدخل في عالم الجريمة. في البداية كانت بتشارك في مواضيع بسيطة، إن هي بتسرق بعض السيارات معاهم وتساعد العصابة في تخطيط وتنفيذ العمليات وتتصل على السواقين. مع مرور الوقت بدأت تشارك في الأنشطة التانية للعصابة، بما في ذلك الطقوس الجنسية الجماعية اللي كانت بتتم في بيت سيد. ليلى بدأت تبقى جزء لا يتجزأ من العصابة، كانت بتاخد بنتها في ريال معاها في كل مكان، وده خلى الطفلة تشوف وتسمع حاجات مش مفروض تشوفها أو تسمعها في السن ده. ليلى كانت بتحاول تتأقلم مع الحياة الجديدة، لكن خوفها بدأ يزيد لما بنتها في ريال بدأت تقلدها وتقول كلام ممكن يفضح كل حاجة. أثناء المحاكمة كانت ليلى بتدافع عن نفسها، لكن القاضي كان بيسألها باستمرار إذا كانت فعلا الطفلة ديت. الأدلة كانت قوية جدا ضدها وضد سيد وباقي العصابة. في النهاية تم إصدار حكم الإعدام على ليلى وسيد، وأحكام مشددة على باقي أفراد العصابة. الجريمة ديت كانت من أبشع الجرائم اللي ألفتها مصر، وكشفت عن حجم الشر اللي ممكن يكون موجود في الناس اللي بنعتقد إن هم أقرب الناس لينا. الله يرحم الطفلة في ريال ويصبر أبوها، ونتمنى دايما إن العدل ياخد مجراه مع كل مجرم. في أمان الله.